السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نبدأ فيديو جديد من قناة يوميات بسكوت عزو. كله اشترك في القناة، متنسينيش في دعوة حلوة. كل سنة وانتم طيبين. نبدأ كده فيديو ان شاء الله بروايح حلوة اول يوم رمضان. واكلة المحشي الاكلة الرسمية لاول يوم ان شاء الله كده، ان ربنا يديمها يا رب علينا نعمة دايما، ويجعله شهر الخير والبركة. احلى ايام من ممكن نعيشها في حياتنا هي شهر رمضان طبعا، وايام رمضان كلها بهجة وفرح وحاجة جميلة جدا ان احنا نحضر الفطار والسحور وافكار، ونفطر ايه وهنتسحر ايه وهنجيب ايه. كل الايام بتبقى جميلة جدا جدا جدا، كل ايام ربنا طبعا حلوة وكل حاجة، بس رمضان ده بيبقى ايامه كلها حب كده وفرحة. يا رب يا رب كده يجعله دايما شهر الخير علينا. هنا بدأت جبت كرنباية وحضرت معايا التحضيرات بتاعتي كلها. كرنباية والبصل والقوطة والخضرة والكوسة، فلفل رومي، كل اللي انا كنت هشتغل في اليوم كله حضرته قدامي. بدأت هنا كنت سلقت الكرنبة الأول، وخدت نفس الحلة اللي انا سلقت فيها لحد الكرنب ما يهدى معايا شوية. بدأت اعمل التسبيكة، قطعت حوالي فرمت 4 بصلات كده، البصل الابيض طبعا اللي بنشتغل بيه الايام دي وبحبه اكتر في المحشي. هنا بعد ما فرمته عملته في الزيت والسمنة، خد لون معايا بس مصفر شوية. وفرمت حوالي شفشقين طماطم. اول شفشق طلع معايا مش احمر قوي، تاني شفشق حطيت فيه معلقتين بابريكا، طلعت الطماطم حلوة، اللون بتاعها حتى اختلف عن الاول. وطيت عليها كده وسبتها تتسبك على نار هاديه كده عشان تبقى حلوه معايا. كل ما النار تكون هاديه التسبيكه تطلع كويسه معايا. بدأت هنا اقطع ورق الكرنب معايا، وانا واقفه كده على الرخام على طول على القطاعه. اشيل العنقود بتاعه واقطع كده بالسكينه حتت على قد الصباع اللي انا محتاجاه. تقطيع سهل جدا جدا، بس اللي يحبه. في ناس ما تحبش سلق الكرنب ولا تقطيع الورق الكرنب، بس بجد الطريقه دي سهله. وانا واقفه على الرخام ما اخدش في ايدي 10 دقايق، على طول كنت خلصت كميه الورق بتاعتي كلها. وكل ده والتسبيكه كانت على النار، وكنت محضره طبعا مقوره الكوسه من قبلها بعد السحور. قطعت الخضرة وحضرت حبة تحضيرات عشان يبقى اليوم خفيف معايا. كل ما الحاجة تكون متحضرة معايا مش هحس بتعب، مش هحس بمجهود في الأكل معايا خالص. طبعا المحشي طبعا غلبة شوية، بس لو محضرين له الحاجة من بدري ما بياخدش وقت معانا خالص. هنا الطريقة دي بقى بلف الورقة كده سهلة خالص، وبتقطع معايا الورق بكل سهولة وكمية كتيرة، غير ما ان انا اقطعها حتة حتة. وهنا ما شاء الله كانت كرنبايه واحده ما شاء الله طلعت ورق معايا كتير جدا، والورق بتاعها ناعم وحلو قوي. يا دوبك حطيته بس في الميه ثانيتين وطلعته على طول، ما حطيتش في الميه غير الكمون بس. لكن لو هفرزه او هشيله بحط شويه سكر كده ماده حافظه ليه، لان هو يقعد فتره طويله معايا في الفريزر. هنا خلاص كنت خلصت تقطيع الكرنب وحطيت التوابل للتسبيكه. انا طبعا كنت حاطه بابريكا في الطماطم وهي بتتفرم في الخلاط. حطيت كمون وفلفل اسود وسبع بهارات وملح، وفي الاخر خالص هبقى احط رشه نعناع ناشف. لو نعناع اخضر ماشي. وهنا حطيت الملح كده، مش هحط توابل تاني غير 7 بهارات وكمون وفلفل والملح، وحطيت البابريكا في الاول. هنا ما شاء الله الايدام بتاعها خلاص طالما طلع على الوش كده، عارف ان التسبيكه بتاعتي خلاص خلصت. قبل ما اطفي عليها على طول احط رشه النعناع الناشف، ده بيدي ريحه وطعم جميل جدا في تسبيكه المحشي. وبعد كده هبدا احطها التسبيكه بعد ما تهدى معايا شويه، احطها على الرز والخضره على طول. كنت هنا خلصت غسلت الرز وحضرته وركنته وعملت وطبعا الخضره كانت متحضره معايا متقطعه من بالليل. هضرب كل ده على بعضه. وهنا كان خلاص ورق الكرنب خلصته وحطيته في المصفى يتصفى كده. كده انا كنت خلصت التسبيكه والكرنب خلاص. هبدا هنا اتبل الفراخ مع اركنها شويه. جبت بصلايه مفرومه هحط عليها ملح وفلفل 7 بهارات اللي هي بتاعه الشوربه. لورا حبهان اي حاجه موجوده اللي بتاعه الشوربه ممكن نحطها عليها. وممكن نعصر عليها كمان ليمونه، بس انا مش هعصر عليها ليمونه لاني بحط ليمونه سليمه في الشوربه، مش بعصر عليها كده. يبقى انا حطيت هنا على البصله فلفل اسود وملح ولوري وحبهان، رشه زعتر. الزعتر بيعمل ريحه حلوه وطعم حلو قوي للشوربه. هقلب ده كله في قلب بعضه كده، وهدهن الفرخه تحت الجلد كده، هحشيها البصل ده كله. وبعد كده هسيبها تتركن شويه في التتبيله بتاعتها، بتبقى طعمها حلو قوي قوي لو دخلت الفرن كده من غير اي حاجه، بس انا هسلقها عشان عايزه الشوربه للمحشي طبعا. هحطها تحت الجلد كده البصل كله واقلبها في قلب بعضها، الفلفل الاسود والملح
والحاجات دي بتبقى حلوه جدا جدا للفرخه. هنا كان لسه وقت معايا طويل، لسه ما يعني مش مستعجله على الفرخه دلوقتي، فهسيبها مركونه حوالي ساعه ولا اكتر. بعد كده أبقى لحد ما الف احضر حاجه المحشي، هبدا اعلق عليها على طول. هنا غسلت الرز وحطيت عليه الخضره، هنزل عليه بالصلصه. كانت الصلصه خلاص هديت كده معايا، هنزل عليها بالصلصه على طول. الصلصه طبعا معايا متبله بكل حاجه. هبدا الف المحشي على طول. هنا ما شاء الله كانت خلاص خلصت. انا كنت مكتره كميه الرز شويه، لان كنت هخلص المحشي بتاع اليوم ده واركن، وهعمل اليوم تاني برضو محشي تاني. نفس الحله اللي سلقت فيها عملت التسبيكه فيها، هحشي فيها برضو هي نفس الحله عشان نوفر المواعين علينا. جبت هنا البلح معايا. قبل ما اقعد الف المحشي كده وانسى البلح، قلت ابله الاول يقعد شويه في الميه، يدبل بس معايا قبل الفطار بشويه. ممكن من اول اليوم عادي، وممكن نقعه من بالليل. نزلت عليه بكوبايه ميه وغطيته وركنته لحد ان شاء الله المغرب، هيكون يعني اتنقع فتره طويله. هنا جبت حلة الشوربة، حطيت عليها فيها ليمونة وشوية ملح وشوية فلفل اسود صغيرين خالص، لان انا حاطة كل ده طبعا في الفرخة. اول ما تغلي معايا هنزل بالفراخ على طول، وهسيبها بقى تاخد غلوة واوطي عليها. هنا كنت خلاص خلصت المحشي. لفيت حلة الكرنب والكوسة والفلفل، وكمان طلعت من الفريزر ورقتين كده ورق عنب، قلت برضو اعملها حلة صغيرة خالص كده جنب الاكل، برضو يبقى تشكيلة. هنا كنت موطيه النار على شمعة كده على الفرخة تستوي براحتها. كل ما تكون النار هادية بتطلع لي شوربة دسمة وحلوة قوي. هزود هنا خلاص حلة المحشي قبل الصباع الاخير بنصه كده. مش بغطي المحشي خالص عشان ما يتهريش معايا. قبل الصباع الاخير بنزل الشوربة شوية، وهضغط عليه بطبق واسيبه ياخد غلوة واوطي عليه خالص. تسوية المحشي سهلة جدا، بس اهم حاجة النار تكون واطية عليه، مش ما تكونش عالية عشان ما يشتش ويلزق معايا. هرجه بس كده عشان الشوربة تدخل كده جوه المحشي كله. الحله ما شاء الله كبيره معايا، كرنبايه اخدت الحله. كنت ممكن اعملها على حلتين ولا حاجه، بس قلت لا كله في حله واحده. هضغط عليه بالطبق بقى واغطيه وهياخد غلوه بس وخلاص. والكوسه نفس النظام، ما بغطيهاش برضو، هي لحد نص الصباع او اقل من النص كمان، لان الكوسه روحها خفيفه خالص هي والفلفل ما بياخدش سوا معايا. وبكده كنت خلاص علقت على المحشي والفراخ بتستوي معايا، وكنت عملت حله صغيره اللي بتاعت الورق العنب. وهنا كان اتشرب معايا ووطيت عليه خلاص. بتوطي على شمع خالص عشان ما يشيتش معايا ولا يتلزق. كل ما يكون على نار هاديه بيكون احسن. وهنا برضو الكوسه اتشربت معايا وطيت برضو عليها. ودي الحله الصغيره بتاعت الورق العنب اتشربت، سقيتها شوربه، وبعد كده تاخد غلوه برضو واوطي عليها. يبقى انا كده خلصت المحشي. قلت احمر شويه لسان عصفور، كانت الفرخه خلاص دخلت الفرن، تاخد لون بس معايا. وهنا ما شاء الله المحشي كان خلاص، هطفى عليه لحد لسان العصفور ما يتحمر معايا. والبلح هنا برضو كانت عدى وقت طويل عليه. كنا هنا قبل المغرب حوالي ب 14 دقيقه 12 دقيقه كان خلاص، كنت خلصت كل الاكل ما شاء الله. هحط معلقتين سكر بس على البلح عشان هو كده كده مسكر، والميه بتاعته جميله جدا. هنزل عليه بمعلقتين سكر، وهعمل كوبايه حبه من غير لبن، وحبه باللبن بجوز الهند كده، لان في حد بيحبش المكسرات. وهنا كنت برضو حضرت معايا تمر وصوبيا، وكنت حضرت كذا حاجة. وانا كل ده والاكل كان على البوتاجاز متوطي عليه خالص. جبت شفشق الخلاط، هنزل بثلاث معالق من الصوبيا دي انا عاملاها في البيت، هبقى اعملها معاكم مرة ان شاء الله. وبعد كده هنزل عليها بمعلقة لبن بودرة لو موجود عادي. وانا حاطة اصلا لبن بودرة برضو في الصوبيا. وانزل عليها بكوبايه لبن، وكوبايه ميه. اللي حابب الميه بس ماشي، انا كده كده حاطه لبن بودره، واللي حابب لبن ماشي. ومعلقتين سكر، مش هنحط سكر كتير لان هي فيها سكر البودره. احنا بنحط سكر وبنحليها عشان الميه واللبن. وهنا هنزل عليها بكوبايه الميه واضربها على طول في الخلاط، ما بتاخدش دقيقتين اتنين في التحضير، على طول بتبقى جاهزه. بس جميله جدا جدا، واللي حابب يحط تلج في الخلاط بتبقى حلوه قوي، بس انا ما حطيتش تلج هنا طبعا عشان في الشتاء يعني. وبعد كده انا كنت صبيت التمر وصبيت صوبيا وعملت لبن بالبلح وبلح برضو ساده. والاكل كان خلاص خلص معايا. كان يوم خفيف وحلو واللمة حلوة. ربنا يا رب يعودها علينا دايما بخير وفرحة. اليوم بتاع رمضان بيبقى كله فرحة وبهجة طبعا عن الأيام العادية. هنا كنت خلاص خلصت الفراخ، اتحمرت تحت الشواية، ما حطيتش عليها غير رشة فلفل بملح كده دقة كده.
والكوسة والكرنب ولسان عصفور والعصاير. ربنا يا رب يعودها علينا بخير، وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.